وحش الفئة المتوسطة العليا الجديد وصل، أكتر موبايل اتسألت عليه الفترة اللي فاتت، اللي هيغير شكل المنافسة علشان تسعيره الممتاز، السامسونج جالاكسي A56 اللي بيجي بأفخم خامات ممكنة مقاومة للمية، شاشة محترمة، معالج جديد من اكزينوس، مميزات ذكاء اصطناعي، وشحن أسرع 45 واط، ده غير الكاميرات المتوازنة، وأخيرا في تصوير بورتريه 2x. خلينا في فيديو النهاردة نتعرف أكتر على ال A56 ونشوف مميزاته وعيوبه، وهل يستحق إنك تشتريه ولا إيه الكلام، ونشوف التطويرات الحقيقيه الفعليه اللي حصلت في ال 56 مقارنه مع ال 55 القديم اللي لسه معايا لحد النهارده. فزي ما انت متعود، لايك يا جميل، تنسوش دعواتكم لاخواتنا بالفرج القريب، ويلا بينا نبدا المراجعه. الاي 56 افخم موبايل فئه متوسطه عليا مسكته في ايدي لحد دلوقتي في 2025. ظهر من الازاز المحمي بجريلا فيكتاس بلس مع فريم من الالومنيوم المحترم، حاجه راقيه كده، هتحس ان الموبايل فعلا بريميوم جدا في ايدك وانت ماسكه. انا عاوز اقول لك انه ما يفرقش حاجه في المسكه تماما عن الموبايلات الفلاج شيب الاغلى منه كتير. واللون الاخضر الجديد بصراحه عاجبني، لون اخضر وقور، احلى بكتير من الليموني القديم اللي كان موجود في ال 55. اما الجزيره الغامضه بتاعت شكل الكاميرات الجديد لعائله الجالاكسي ايه، فهو هنا مختلف في 56 عن ال 36. وده ليه؟ لان مش بس الفريم بتاع الجزيره من المعدن، لا ده وش الجزيره نفسه كمان معمول من المعدن، والعدسات غاطسه جواه حاجه بسيطه، وده علشان يديلك اقصى حمايه ممكنه للكاميرات الخلفيه. هو العدسات بتاعت الكاميرا الخلفيه اللي غاطسه كام ملي دي ممكن تخلي التراب يتحشر جوه، بس مش مشكله، يبقى نضفه يا باشا كل شويه، قصاد انك واخد اقصى حمايه ممكنه للعدسات الخلفيه بتاعتك. يعني ما تقلقش لو ماشي بيه من غير جراب وحطيته على ظهره كده على المكتب، مش عدسات الكاميرا اللي هتخبط في الترابيزه، لا ده الفريم المعدني بتاع الجزيره دي. وانت عارف اكيد ان علبه الموبايل فاضيه ما فيهاش اي اكسسوارات، لسه هتشتري له جراب. الاي 56 من الاخر جاي بنفس فخامه ال 55 القديم، بس عمل دايت، وزنه بقى خف 198 جرام، والفكره في التخانه اللي بقت ارفع 7.4 مللي. هتحس لما تمسك الموبايلين في ايدك ان ال 56 بقى اريح في الاستخدام لفترات طويله. مقاومه الميه زي ما هي IP67، الموبايل مقاوم تماما للميه، ما تخافش منه. الشركات الصينيه سابقه بالاي بي 68 والاي بي 69 واوضاع التصوير تحت الميه اللي مش موجوده هنا، ولكن لو انت شخص عملي ومش بتوقع الموبايل بايدك جوه الميه فما تقلقش، ال 56 مش هيحصل له اي حاجه معاك. من الاخر ال 56 جاي بنفس فخامه الاي 55 القديم، بس بقى اخف وارفع، وشكل الكاميرا الخلفيه اتغير. قول لي دلوقتي شايف مين احلى، ال 56 الجديد ولا ال 55 القديم؟ ونشوف الشاشه اللي كبرت وبقت 6.7 بوصه سوبر اميليد فول اتش دي بلس بتردد بيوصل ل 120 هرتز، شاشه مسطحه تماما من اللي انتوا بتحبوها، ما فيهاش اي كيرفات، وكمان داعمه للاتش دي ار 10 بلس. حواف الشاشه قلت حاجه بسيطه عن الجيل اللي فات ال 55، الحافه العلويه والحواف الجانبيه حاجه بسيطه قوي، الحافه السفليه قلت بحاجه يعني عشان تشوفها محتاج عدسه مكبره، بس انا بصراحه معترض لسه على الحافه السفليه لل 56. اتقبلها في ال 36 الارخص اللي في الفئه المتوسطه، انما احنا هنا بال 56 في الفئه المتوسطه العليا، والموبايلات المنافسه كلها الحواف بتاعت الشاشات بتاعتهم بقت اقل بفرق واضح عن الاي 56. لو النقطه دي تهمك كالوان، فالشاشه ولا غلطه، حلوه جدا، مشبعه بالالوان عينك تحب تشوفها، وممكن تعدل في الوان الشاشه براحتك من الاعدادات لحد لما توصل للالوان اللي تريح عينيك. طبعا انت كان نفسك في دقه اعلى 1.5K، بس الكلام ده مستحيل يحصل لان الاف اي الاغلى الدقه بتاعته فول اتش دي بلس، فطبعا صعب ان سامسونج بتحط ال 1.5K. فالاي 56 اللي هو يعتبر في الاول وفي الاخر موبايل فئه متوسطه. وعموما الفول اتش دي مش وحش تماما، انا اصلا ماشي بالالترا وعامل شاشته فول اتش دي، مش عاملها كواد اتش دي. سطوع الشاشه اتحسن وبقى فعلي بيوصل تحت الشمس 1200 نتس، وده رقم اعلى حاجه بسيطه من ال 1000 نتس القديمه بتاعه ال 55 اللي اصلا كان ممتاز بال 1000 نتس. سامسونج بتدي لك رقم حقيقي فعلي بيوصل تحت الشمس، غير الشركات الصينيه اللي بتضرب رقم وتيجي تشوف فعلي تلاقيها اقل. فمن الاخر شاشه الاي 56 بقت اوضح حاجه بسيطه قوي عن ال 55، ومش هتحسها الا لما تقعد تدقق وتقارن وتقف بالموبايلين تحت الشمس حبه عشان تاخد بالك من الفرق. وطبعا الشاشه عليها حمايه جريلا فيكتاس بلس، حمايه
محترمه جدا، بس الشاشه تيجي في العلبه مش متركب عليها سكرين. ندخل بقى على الاداء وعاوزك تركز وتمخمخ معايا. سامسونج استخدمت معالجها الجديد من تصنيعها الاكزينوس ال 1580 تكنولوجيا 4 نانو، داعم طبعا لشبكات الجيل الخامس، مع ذاكره تخزين من نوع سريع يو اف اس 3.1، مع احدث واجهه من سامسونج ال1 يو اي 7، مع وعد بتحديثات اندرويد لمده 6 سنين، ودي كالعاده اطول فتره تحديثات ممكن تاخدها في موبايل اندرويد في الفئه المتوسطه العليا وفي الفلاج شيب كيلر. ولكن انا عندي رساله كده لسامسونج، انا زعلان من تاخير وصول واجهه سامسونج الجديده للموبايلات المتوسطه الغاليه والفلاج شيب كيلر القديمه. ما ينفعش الشركات الصينيه تسبق وتنزل الواجهه الجديده بتاعتهم على الموبايلات بتاعتهم، وسامسونج لسه لحد دلوقتي وانا بصور الفيديو ده ما بعتتش الاندرويد الجديد على موبايل مشهور وباع كتير جدا زي الاي 55. انا عارف ان كل الموبايلات هتوصل لها بالترتيب وحصل تاخيرات كده عند سامسونج، لكن دي نقطه برضو لازم نحطها في حساباتنا. بس ما تقلقش، كده كده معاك موبايل سامسونج هيوصل لك الابديت الجديد لو انت كنت موعود ان موبايلك يتحدث. المهم نرجع لموضوعنا. اداء الموبايل ده حلو جدا. بص يا باشا، وصل له ابديت من كام يوم ظبط الاداء بشكل كبير، واي حد اشترى ال 56 في الاول او في الكام يوم اللي فاتوا وعمل الابديت الاخير ينزل حالا يكتب لي كومنت ويقول لي ايه رايه في اداء الموبايل بعد الابديت ده. الموبايل بيتعلم استخدامك وبيفهمه وبيكون سلس جدا وسريع جدا معاك. لاي مستخدم عادي او حتى مش عادي، مستخدم عنيف مش هيحس بازمه في الاداء وهيكون مبسوط جدا من التجربه، خصوصا مع واجهه سامسونج الجديده. على ارض الواقع بقى، الاداء الفعلي للمعالج الاكزينوس ال 1580 في تحسن عن الاكزينوس ال 1480 القديم اللي كان موجود في الاي 55 في كل برامج الاختبارات. ارقام ال 56 اعلى بفرق واضح، ودي حاجه اكيد تحسب لسامسونج ان هي منزله معالج جديد اقوى بفرق واضح. طب سيبك بقى من ارقام برامج الاختبارات، تعال نعمل سبيد تيست بين الموبايلين ال 56 وال 55. ال 55 يا جماعه كان سريع جدا اصلا، واتفاجئت ان ال 56 انشط منه حاجه بسيطه في معظم البرامج اللي انا فتحتها، فدي حاجه كويسه. مش الفرق الكبير، ابقى بضحك عليك لو قلت لك ال 56 اسرع بمراحل من ال 55 في الاستخدامات اليوميه، لا طبعا ده مش حاصل، بس ال 56 حصل فيه تحسن فعلا في الاداء بتاعه. وفرق الاداء بقى يبان اكتر مش في الاستخدام اليومي، في الاستخدامات الثقيله والعنيفه. تعالوا نعمل ريندر لنفس الفيديو على نفس البرنامج بنفس الايديت على الموبايلين ال 56 وال 55، وهتتفاجئ ان ال 56 اسرع بكتير من ال 55. وده ليه؟ علشان فرق المعالج الاقوى وفرق اكتر المعالج الرسومي اللي اتفاجئت ان السكور بتاعه اعلى حبه حلوين من المعالج الرسومي بتاع الاي 55. بس لو بتسال على مستوى الالعاب فعاوزك تبقى فاهم ان المعالج الجديد بتاع سامسونج بيستخدم في موبايل واحد اللي هو ال 56، فدعم المطورين بيتاخر شويه، وبالتالي هتلاقي بابجي شغاله 60 فريم، مع ان المعالج الرسومي ده خدها مني كده يشغل 90 فريم مستريح و120 فريم كمان لو ينفع. فممكن يوصلوا تحديث قريب يخليه يلعب على 90 فريم. ممكن. امتى؟ لا معرفش، دي حاجه في علم الغيب، بس انا اللي اكده لك ان المعالج الرسومي بتاع الالعاب في ال 56 فعلا قوي جدا. على مستوى السخونه فعاوزك تركز معايا، ال 56 بيسخن شويه علشان جسمه من الازاز وفريمه من المعدن. الموبايل مكتوم، غرفه التبريد زادت شويه، ولكن برضو عشان التخانه الرفيعه فاكيد الموبايل احساسه في الايد بيسخن حبه، خصوصا ان انا ماشي بيه من غير جراب، ولكن ده مش بيأثر اطلاقا على تجربه الاداء. المعالج مستقر، مفيش اي ثروتلينج او اختناق او تقليل ترددات بيحصل للمعالج في فتره تجربتي ليه، وده تقريبا نفس اداء السخونه والثروتلينج بتاع الاي 55 بدون اي تغيير. من الاخر ال 56 بالمعالج الاكزينوس الجديد دخل على طول مركز تاني في افضل الموبايلات المتوسطه العليا في قوه المعالجات، ورا الاوبو رينو 13، متفوق على الريلمي 14 برو بلس والفيفو في 50، واكيد طبعا الريدمي نوت 14 برو بلس. ونروح لمميزات الاي اي او الذكاء الاصطناعي الجديده اللي سامسونج خلاص بدات تاخد حبه من الالترا بتاعها وتنزله في موبايلاتها المتوسطه، ودي حاجه كويسه. عندك طبعا الاوبجكت ايريزر عشان تمسح اي حاجه مش عاجباك في الصور، وكمان ميزه اقتراحات التعديل على الصور. اي صوره عندك في الجاليري ممكن تعمل سوايب لفوق او سحب لفوق، هتلاقي الموبايل بيقترح عليك تعديلات تعملها. وطبعا ميزه الكاميرا فلتر اللي شرحتها بالتفصيل في الاي 36 موجوده طبعا في ال 56، وميزه الناو بار اللي موجوده في ال 36 موجوده طبعا في ال 56 التفاعليه اللي بتظهر لك البرامج على اللوك سكرين، وجوه لما تفتح الموبايل في شريط الاشعارات تدوس عليها تكبر معاك كده ويبقى شكلها روش. زياده بقى على الحاجات اللي موجوده في 36، في حاجات موجوده في 56 زي الانستنت سلو موشن، ودي ميزه جامده جدا. اي فيديو شغال عندك تعمل هولد كده بصباعك على اللقطه اللي انت عاوزها هتلاقيها اتحولت معاك لسلو موشن وتسيفت جوه الجاليري على طول. وميزه ثانيه اسمها البيست فيس، عشان لو انت بتتصور جروب سيلفي مثلا او جروب بالكاميرا الخلفيه كذا صوره، الموبايل من خلال الموشن يقدر يعرف الوشوش بتاعتهم
بتاعتكم وتختار احسن وش مظبوط لكل واحد فيكم، عشان لو حد غمض حد رمش الكلام ده. من الاخر سامسونج ضافت لك مميزات ذكاء اصطناعي فعلا تعرف تستخدمها، مش مجرد مميزات موجوده محدش هيستخدمها. ونروح نشوف البصمه اللي انا محبط شويه منها. هي مش وحشه ولكن لسه برضو مش سريعه وما حصلش عليها اي تطوير في السرعه، ولازم تلمس البصمه بصباعك بالكامل علشان الموبايل بيفتح. بصمه الالترا يا جماعه من سامسونج مش كده خالص، اسرع بكتير. طبعا الموبايل فيه مايك اضافي لعزل الدوشه، فيه خاصيه ال NFC، وفيه اولويز اون ديسبلاي تقدر تشغله على طول. والصوت طبعا ستيريو داعم للدولبي اتموس ومجسم وحلو جدا. وخلينا نسمع الصوت سوا. الموبايلات المتوسطه العليا غليت صح؟ ناس كتير بتسالني عن موبايل متوسط حلو وما يكونش سعره فلكي. خلينا النهارده نتعرف على السامسونج جالاكسي A36. الصوت محترم جدا زي الاي 55 اللي كان صوته محترم جدا. وطبعا مفيش مدخل سماعات 3.5 مللي، ولكن في هابتك فيدباك لطيف بيحصل اثناء استخدامك للموبايل وممكن تتحكم فيه. سنسور التقارب الخاص بالمكالمات كالعاده سوفت وير زي 36 زي 35 زي 55. اداؤه متوسط مش كارثي ومش احسن حاجه. وشبكات الواي فاي ما لقيتش فيها اي تحسن مقارنه بالاي 55 اللي كان شبكاته متوسطه. ما زال الموبايل بيفلتر الشبكات البعيده عنك علشان يحافظ على صحتك. هي وجهه نظر احترمها واحطها فوق راسي، ولكن لو انت الراوتر بعيد عنك في الاماكن اللي انت بتبقى قاعد فيها على طول، فال 56 هيبقى زيه زي ال 55 وال 36 وال 35. اداء الشبكات مش اقوى حاجه. نروح نشوف البطاريه اللي ما كبرتش 5000 ملي امبير. البطاريه المعهوده بتاعت سامسونج ادائها الفعلي هتكمل معاك 8 9 ساعات شاشه مفتوحه زي ال 55 بالظبط. ما حسيتش باي فرق تماما اثناء تجربتي لبطاريه الموبايل ده. ولكن الشحن بقى اسرع 45 واط زي ال 36 اللي انا لسه عامل له مراجعه. هتشحن 65% من البطاريه في نص ساعه، وده اسرع شويه من ال 25 واط القديم. الموبايل بيشحن بالكامل تقريبا في ساعه و8 دقائق او ساعه و10 دقائق، وده وقت اسرع 10 دقائق تقريبا من الاي 55 بالشحن ال 25 واط. فرق السرعه ما بين الشاحنين مش كبير قوي، ولكن اسرع سرعه شحن عند سامسونج اساسا 45 واط. في الفئه المتوسطه العليا في موبايلات تانية بتشحن اسرع، زمن الشحن الاجمالي بتاعها بيكون تقريبا متوسط ساعه الا ربع. فسامسونج اي 56 ابطا منهم في زمن الشحن الاجمالي حوالي تلت ساعه تقريبا. بالاضافه ان طبعا علبه الموبايل فاضيه صغيره ما فيهاش الشاحن، والشاحن الاصلي ال 45 واط ده غالي ب 1000 ونص. سامسونج بقى ممكن تنزله في فتره كده عرض شاحن 45 واط هديه على الموبايل، ولكن ده هيبقى عرض اكيد مش هيستمر على طول. ونروح للكاميرات. الموبايل جاي بكاميرا خلفيه رئيسيه 50 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.8 بمثبت بصري، عدسه ثانيه الترا وايد 12 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2، وعدسه اخيره 5 ميجا بكسل ماكرو. والسيلفي الجديد كليا 12 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2. التنقل بين عدسات التصوير في الموبايل بقى اسرع بفرق واضح عن الاي 55، والشاتر سبيد او سرعه لقط الصوره بقى احسن شويه في ال 56. دي تحسنات كنا بنطالب بيها في تجربه التصوير في موبايل سامسونج المتوسط، فكويس ان هي حصلت في ال 56. بالاضافه لميزه تصوير البورتريه ال 2 اكس اللي اخيرا اتضافت في الاي 56. مش محتاج يعني عدسه تيليفوتو، ما في موبايلات متوسطه كتير ما عندهاش عدسه تيليفوتو وبتصور بورتريه 2 اكس كويس. فسامسونج سمعت الكلام وضافت لك بورتريه 2 اكس هنا من غير عدسه تيليفوتو عن طريق الكاميرا الخلفيه. طبعا عندك افضل تجربه تصوير فيديوهات 4K 30 فريم بثبات سواء بالكاميرا الخلفيه مع الكاميرا الاماميه. خلينا نشوف الصور على طول مقارنه مع الاي 55 القديم. اداء التصوير في الاي 56 بيميل الى الالوان الهاديه الطبيعيه، وده ستايل سامسونج في الفتره الاخيره. مفيش اي فرقعه الوان، وحقيقي بعد التحديثات الكتير لاي 55 والكام تحديث اللي وصل لل 56 فنقدر نقول ان الاداء متقارب جدا في التصوير. اختلافات بسيطه جدا ما نقدرش نقول عليها طفره او تغيرات كبيره في المعالجه، بس طبعا اللي فارق هو وجود البورتريه ال 2 اكس في الاي 56 اللي هيخليك تاخد لوك صور جامد مع معالجه حلوه وكميه تفاصيل مقبوله. لو انت كنت متعشم زي بتطور في كاميرات الاي 56 عن الاي 55 فللاسف ده ما حصلش، وده لان اصلا كاميرات الاي 55 كانت كويسه جدا ومنافسه لحد وقتنا هذا. وانا عموما جربت كاميرات الاي 56 والاي 55 مع بعض كتير وصورت صور كتير، طبعا مستحيل اعرف اعرضها لك كلها، وتقريبا النتائج متشابهه الى حد كبير في مختلف ظروف الاضاءات. عموما الصور قدامك وشوف انت حاسس بتحسن في جوده التصوير او جوده التصوير اصلا بتاعت ال 56 ما زالت مقبوله بالنسبه لك ولا لا. ولو انت مش مجمع اداء كاميرات ال 56 فقدامك دلوقتي مقارنه مع الموبايلات المنافسه القويه في التصوير. قول لي بقى ايه رايك في ال 56 جنبهم؟ هل انت شايف ان هو قادر يسد معاهم؟ هل انت شايفه متفوق؟ هل انت شايفه اقل منهم؟ اكيد ترفع الجوده، تعلي البرايتنس، تشوف الصور وتنزل تكتب لي كومنت حالا تقول لي رايك في كاميرات ال 56. اما السيلفي فهو اللي حصل عليه تغير كبير شويه في ال 56
36 مقارنه مع الاي 55. سيلفي جديد تماما بمعالجه مختلفه بتفاصيل اوضح بكميه اضاءه بتعدي في العدسه اكتر. حقيقي السيلفي الجديد رايق ومختلف، يعني عارف انت اللي هو ايه، خدت ستايل سيلفي جديد من سامسونج، فدي حاجه حلوه. فاكر في مراجعه الاي 36 قلت لك ان العدسه السيلفي الجديده دي كويسه، بس هو ال 36 كان محتاج ابديت يظبط معالجه الصور، لا ال 56 وصل له الابديت ده وفعلا معالجه الصور السيلفي كويسه جدا. وبرده قدامك صور مقارنه ما بين سيلفي ال 56 مع سيلفي الموبايلات المنافسه، تنساش تقول لي رايك فيهم، وتشوف بقى دلوقتي تجربه تصوير الفيديوهات بالاي 56. بالنسبه لتصوير الفيديوهات بالجالاكسي اي 56 فالموبايل بيقدر يصور لحد 4K 30 فريم في الثانيه كالعاده، دي الجوده اللي انا بصور عليها. العدسه الرئيسيه ممكن كمان تروح للعدسه الواسعه وانت بتصور، لان هي كمان بتدعم ال 4K ال 30 فريم. خلينا نختبر جوده الثبات والتفاصيل والالوان والدايناميك رينج والكلام ده كله، اللي انا متوقع ان هو هيبقى حلو جدا كالمعتاد من سامسونج في الفئه المتوسطه والفئه المتوسطه العليا، ان هي بتقدم لنا تجربه تصوير فيديو كويسه جدا نقدر نعتمد عليها. ونختبر برضو جوده لقط الصوت، لان طبعا الموبايل فيه مايك اضافي لعزل الدوشه. انا شايف دلوقتي شاشه الموبايل تحت الشمس بدون اي مشكله. ودي كده تجربه لتصوير الفيديو السيلفي بالجالاكسي 56 برضو على 4K 30 فريم في الثانيه. هتلاقي الفيديو ثابت مش بيتهز، ودي حاجه كويسه، بس الزاويه بتبقاش واسعه ضيقه شويه، لازم تمد ايدك، بس مش مشكله قصاد جوده الفيديو السيلفي اللي انا شايفها كويسه جدا على شاشه الموبايل. هنا خلينا نشوف كده النتيجه النهائيه، الوان، دايناميك رينج، الكلام ده كله. العدسه الجديده بقى ال 12 ميجا بكسل حلوه في تصوير الفيديوهات ولا ايه الكلام؟ الاسعار الرسميه للنسخه ال 128 و8 22500 جنيه، النسخه 256 و8 24500 جنيه. وفي كلام ان النسخه ال 256 جيجا و12 جيجا رام هتنزل قريب في مصر ان شاء الله. عشان تبقى عارف الموبايل ده نزل في الاول مستورد بضمان محلي من سامسونج، ولكن كمياته كانت قليله وحصل عليه اوفر برايس وبيتباع اغلى من سعره ب 5 و6000 جنيه. وانا ما انصحكش تماما تشتري الموبايل ده اغلى جنيه عن سعره الرسمي، لان ال 56 هينزل ان شاء الله قريب جدا، صناعه مصريه، ضمان محلي، هيتوفر منه كميات، وبالتالي هتلاقي استقرار في سعره، عشان ما ترجعش تندم وتقول ان انت اشتريت الموبايل بسعر غالي ورجع رخص بعدها. اصبر لحد لما يوصل للسعر الرسمي. والموبايل طبعا ينفع تركب شريحتين اتصال، ما ينفعش تركب كارت ميموري، وداعم لخاصيه الاي سيم. رايي النهائي تسعير الاي 56 في مصر تسعير منافس. هتعترض معايا هقول لك روح شوف ريلمي وفيفو واوبو متوسط اسعار موبايلاتهم قد ايه في نفس الفئه، من 26 ل 28000. ال 56 ارخص منهم حبه حلوين حتى بعد ما تشتري الشاحن والجراب، ودي اول مره تحصل ان سامسونج يكون ارخص من الموبايلات المنافسه حتى بعد ما تشتري الشاحن والجراب. فلازم تحط الاي 56 في حساباتك، لانه جاي بافخم وارقى خامات ممكنه، مقاومه للميه، شاشه محترمه بسطوع عالي بالوان كويسه، معالج اداؤه كويس جدا يجي في المركز الثاني على طول. وفعلا تجربه الاستخدام للموبايل ده كويسه جدا، مش هتحسسك خالص انك ماشي بموبايل في اي وجه تقصير من ناحيه الاداء مع واجهه سامسونج الجديده، و6 سنين تحديثات اندرويد اللي محدش تاني بيديها لك في الفئه دي، ودعم الاي سيم، وصوت ستيريو عالي، وكاميرات متوازنه جدا خصوصا في تصوير الفيديوهات، وشحن اسرع 45 واط، ولكن زمن الشحن الفعلي زي ما وضحت لكم ساعه و10 دقائق، وده اطول تلت ساعه من المنافسين. الشاحن مش جاي جوه العلبه. اللي ما عجبنيش فيه شبكات الواي فاي لسه مش اقوى حاجه، سنسور التقارب بتاع المكالمات سوفت وير، انا مش بفضل السوفت وير، البصمه لازم تلمس بصبعك بالكامل، والحافه السفليه للشاشه كبيره شويه، وعلبه الموبايل الفاضيه. لازم تكون عارف ان الاي 56 مظلوم عالميا شويه. بره مصر الموبايل ده بيقارن بالاس 24 اف اي والاونر 200 برو، ودي موبايلات اغلى منه. ليه؟ علشان ال 56 نازل بسعره قريب منهم هناك، احنا مالناش دعوه. احنا هنا ال 56 بيلعب في ال 25000، والاس 24 اف اي والاونر 200 برو بيلعبوا في ال 35000، فرق 10000 جنيه، فلا تجوز المقارنه. الاي 56 حلو في فئته، والموبايلات الثانيه حلوه في فئتها. طيب بعد ما شفنا مراجعه ال 56 ومراجعه ال 36 اللي نزلت من كام يوم، واحد هيسال اشتري ال 56 ولا ال 36؟ اقول لك انا فرق السعر ما بينهم 6000 جنيه. هتاخد بيهم ايه؟ خامات افخم شويه في ال 56 طبعا، والشاشه داعمه لل HDR 10 بلس، ومعالج اكزينوس مش كوالكوم، ولكن اداؤه الفعلي اقوى حبه حلوين من ال 36. وتجربه التصوير عموما افضل شويه في ال 56 خصوصا في السيلفي وتصوير البورتريه ال
غير 2x. لو انت عاوز تمشي بموبايل سامسونج فخم وما تدفعش فلوس كتير فطبعا تشتري ال 56. انما لو انت عاوز موبايل متوسط يكون موزون وانت مش مستخدم عنيف لاي حاجه فطبعا توفر فلوسك وتجيب الاي 36. الاي 56 يعتبر فيس ليفت او تطوير بسيط عن الاي 55، وزن اخف، تخانه ارفع، وشاشه طبعا بسطوع اعلى، ومعالج اقوى بنسبه 20% تقريبا، وسيلفي اجدد، وتحديثات اندرويد اكتر، وشحن اسرع 45 واط. بس قصادهم اتشال منه مدخل الكارت الميموري. فلو انت بتسال اشتري ال 56 ولا الاي 55 وهم اساسا بنفس السعر دلوقتي فطبعا تشتري ال 56. انما لو انت معاك بقى اي 55 او اي 54 وعاوز تغير وتشتري ال 56 فما انصحكش. موبايلك يا باشا كويس، هات اخره وبعد كده ابقى غير. انما لو معاك بقى الاي 53 او فيما اقدم فحان وقت التغيير يا باشا، وهات الاي 56 وهتتبسط اكيد. وبس كده انا عملت اللي عليا وخلصت الفيديو وقلت لكم كل المعلومات اللي عندي عن الاي 56. فاكيد دلوقتي تتاكد ان انت عملت اللايك الجميل اللي عملتش الاول، وتكتب لي كومنت وتقول لي ايه رايك في الاي 56، وعاوز تشوف مقارنه ما بينه وما بين مين من الموبايلات اللي موجوده في الفئه المتوسطه العليا. وتتاكد طبعا انك عامل لنا سبسكرايب لو بتشوفنا اول مره على اليوتيوب، فعل زر الجرس علشان تشوف مراجعات ومقارنات جديده للموبايلات اول باول. كان معاكم احمد سعيد، سلام. هو يعني للوهله الاولى تمسك ال 56 وال 55 ما تحسش بفرق كبير فعلا ما بينهم، بس لما تيجي تعد الحاجات اللي انت بعد فتره حسيت بيها تلاقيها كتير، بس تيجي تقول في الاخر لا ال 56 مش احسن كتير من 55، بس تيجي تعد النقط اللي هو ال 56 احسن فيها هتلاقيها كتير. الموضوع محايد وانا وضحت لكم كل حاجه، وقولوا لي طبعا رايكم لو انتوا وصلتوا لاخر الفيديو في الحته دي. سلام.